يقول أخ تزوج 4 نساء، رجل تزوج 4 نساء، بعض الناس زوجة واحدة لم يحصلوا والبعض 4 نسوة. على أي حال تزوج 4 نساء وطلق الأولى وتزوج بأخرى، يعني 4 كان عنده، واحدة طلقها عن الزوجية وبعدين راح تزوج بأخرى. طبعا ما يجوز أن يتزوج بأخرى رأسا، لازم تنتهي عدتها، هاي الأخت اللي طلقها لازم تنتهي عدتها وبعدين يروح يتزوج بالأخرى حتى لا يصيروا 5. فبعد ما تزوج بالخامسة أو الأخيرة تندم أو أولاده ضغطوا عليه نرجع أمنا، يريد يرجع الأولى، فيجوز أن يرجعها؟ لا، صارت 5 زوجات ما يصير، الإنسان لازم يجمع بين 4 زوجات، أما 5 زوجات ما يجوز. نعم أنا أعطي حل، والحل إن شاء الله تعالى يستفيد منه. تقدر أنه ترجع الأم اللي طلقتها الأولى ترجعها بعقد متعة، ما في إشكال، فصير عندك 4 نسوة، 4 زواجات دائميات وواحدة متعة، ما في إشكال، حتى لو كان ل10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة ما في إشكال. ولكن إذا مت أيها الرجل لا ترثك تلك، لأنها متمتع بها، لا ترث كما هي النسوة الأخريات. واضح إن شاء الله تعالى؟